بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما وبأحسن حال. معاكم احمد صلاح من قناة دروس اونلاين، وهنتعلم مع بعض برنامج الاكسل من البداية حتى الاحتراف. ودي تاني حلقة لينا، وزي ما حضراتكم شفتوا كده في الحلقة اللي فاتت احنا عرفنا ايه هو الاكسل ويستخدم في ايه، واخدنا مقدمة بسيطة كده ايه عنه. وعرفنا يعني ايه الكولم والرو والسيل اللي هم العمود والصف والخلية، وازاي نتعامل معاهم كويس. تمام. بالاضافه الى حاجات تانية كتير طبعا، زي مثلا الميرج سنتر والشيت ليفت تو رايت ورايت تو ليفت، حاجات زي كده. اللي ما شافش الحلقه طبعا يعني الحلقه مهمه جدا. وهسيب لكم الرابط في الديسكريبشن تحت اسفل الفيديو. النهارده بقى ان شاء الله معانا ميعادنا مع التنسيقات والجداول. طيب ايه هي التنسيقات وايه هي الجداول اللي هي التيبلز؟ يلا بينا نشوفوا ايه هي التنسيقات وازاي نتعامل معاها وازاي نعرف نعملها على الاكسل. بالنسبة للتنسيقات، أنا دلوقتي عايز أعمل جدول زي ده بالألوان اللي عليه بحجم الخط والشرطة المايلة اللي زي كده، والكلام المكتوب بشكل رأسي والكلام المكتوب بشكل أفقي، والألوان جوه الخلية إزاي أقدر أتحكم فيها، يعني أخلي اللون ده باللون الأحمر والخلية دي باللون الأزرق، إزاي أنا أقدر أتحكم في كل ده. تمام. إن شاء الله هنعمل النهاردة جدول زي دوت، وهنعمل كمان تعديلات جميلة جدا أكتر من كده بكتير. قبل أي حاجة هنعمل استرجاع بسيط وسريع لجزء من قائمة هوم والمكونات بتاعتها. تمام. دي عندنا قائمة هوم. أول حاجة عندنا في قائمة هوم هي الكات والكوبي، طبعا كلنا عارفين يعني إيه كات ويعني إيه كوبي. بعد كده عندنا الفورمات بينتر، دي المسؤولة عن نسخ الخلية بالتنسيقات اللي عليها كلها. تمام. زي مثلا النتيجة اهي، هندوس على فورمات بينتر، هنيجي هنا نسخت الخلية، اللون بتاعها ايه، الخط المكتوب جواها ايه، معمول لها بورد ولا مش لا مش معمول لها بورد من الخارج. مثلا هنا ايه برضو فورمات بينتر اهي، نفس لون الخط جواها، نضغط على دي فورمات بينتر، نيجي هنا نفس لون الخط جواها، فهي بتنسخ الخلية والتنسيقات بتاعتها كلها. تمام. مثلا دي معمول لها ميرج سنتر، فورمات بينتر، نيجي هنا اتعمل ميرج سنتر هنا اهي بالطريقه دي، ولو كنت كتبت هيكتب بلون اسود. تمام. فدي لازمه ايه؟ فورمات بينتر. هنعمل كنترول زد، كنترول زد بنرجع في الامر اللي احنا ايه اشتغلنا بيه. نكبر برضو شويه. نيجي بعد كده على البولد. البولد ده المسؤول عن تخن الخط. والايتاليك ده بيعوج الكلام شويه، ده بيستخدم اكتر وانت بتكتب باللغه الانجليزيه، بيخليه طريقته شيك شويه. بعد كده الاندرلاين دوت بيحط خط تحت النص اللي انت بتكتبه جوه الخليه. بعد كده عندنا البورد، البوردر. البوردر طبعا الجدول او الحدود اللي احنا بنعملوها على الخلايا. تمام. يعني انا بعمل الحدود على حسب كام خليه انا عامل سيلكت عليها. تمام. بعد كده عندنا الفيل كلر. الفيل كلر دي المسؤولة عن تلوين الباك جراوند بتاع الخلفية ذات نفسها كده مثلا. هنا بقى الفونت كلر. الفونت كلر دوت اللي بيلون الخط ذات نفسه جوه الخلية. يعني مثلا هنا انا واقف على الخلية دي، اعمل سيلكت عليها، هدوس على الفونت كلر كده، انا هكتب باللون الاحمر اهو بالطريقة دي. تمام جدا. مثل هنا كده والله. بعد كده هنخش على الفونت ذات نفسه. الفونت ذات نفسه ده اللي هو الخط ذات نفسه، زي مثلا هنضغط على الدوال المطلوبة، هنخش على الفونت كده، انا بغير تنسيق اللون ذات نفسه. يعني بص انا شايفين مكتوبة ازاي، فانا بقدر اتحكم بالطريقة اللي انا احب اكتب بيها في الشكل اللي انا عايزه المطلوب في الاخر يعني. بعد كده عندنا الفونت سايز دوت المسؤول عن حجم الخط، بقدر اتحكم في حجم الخط منه، اكبر الخط او اصغره، شايفين بالطريقه دي، او اصغره من هنا كده يعني. نفس الطريقه في الانكريز فونت سايز. انكريز فونت سايز دي برضو بتكبر الخط وبتصغره. الانكريز فونت سايز بتكبر الخط، والديكريز بتصغره. فانت عندك طريقتين، يا في الانكريز فونت سايز، يا اما بالفونت سايز ذات نفسه من هنا تختار انت عايزه رقم كام وحجمه قد ايه وتختاره من هنا. تمام. طبعا البوت ايجنت اللي بيخلي الكلام مكتوب من فوق، ودي في السنتر او في الميدل في المتوسط، ودي طبعا ايه في البطن اللي هي في القاع او في الاسفل. تمام. هنا في الرايت
اليمين، دي ليفت، ودي في الميدل المتوسط. طبعا الروب تكست دي بقى لازمتها ايه؟ احنا مثلا كاتبين جمله كبيره، احمد صلاح احمد، شايفين الكلمه طلعت بره، يعني مش طلعت بره الخليه، شكلها مش لطيف. فانا عايز الخليه متضمنه الجمله اللي انا كتبتها كلها، فدي هتخلي الكلام فوق بعض، وكل الجمله اللي انا كتبتها جوه خليه واحده. هنضغط عليها كده روب تكست، شايفين ايه اللي حصل؟ الجمله بتاعتي كلها اتحطت جوه الخليه. تمام زي الفل. هرجع لها التنسيق ده تاني. ميرج سنتر طبعا شرحناها برضو في الدرس اللي فات. دي بقى مثلا لو انا مش عايز اعمل روب تكست واخلي الكلام فوق بعضه، فانا ممكن اخلي الكلام جنب بعضه، بس اعمل لها مثلا ايه؟ دمج للخلايا دي كلها. اهي ميرج كلها اتكتبت جوه خليه واحده، الثلاث خلايا بقوا خليه واحده، كل حاجه انا متحكم فيها. تمام جدا. طيب يلا بينا نبدا نعمل جدول زي اللي احنا شايفينه ده كده. ايه بالظبط؟ اول حاجه عندنا في السطر اللي فوق في نتيجه الامتحان انا عامل ميرج لكذا خليه، فانا اول حاجه هعمل ميرج للخلايا دي كلها. يعني مثلا نبدا من هنا، هعمل سيلكت على حجم الخلايا او عدد الخلايا اللي انا عايز اعمل لها ميرج بالظبط. اهي ميرج سنتر كده، دي كلها بقت خليه واحده. تمام بالشكل ده. هكتب جواها نتيجه الامتحان. طيب التنسيقات بتاعتي ايه؟ اهي في الفيل سايز، في الفيل كلر باللون الاحمر او تمام. خلي لون الخط بالابيض. ممكن اكبر من هنا فين، وممكن برضو كنت اكبر الصف كله على بعضه من هنا واصغره براحتي. فالاكسل مرن جدا معاك، تقدر تتحكم فيه براحتك جدا. بعد كده ممكن نكتب في الخليه. بص احنا هنا في الجدول ده عاملين ميرج سنتر في نفس العمود خليتين فوق بعض. تمام اهي ميرج سنتر. هكبر الصفين دول شويه، بعمل سيلكت تاني. كل ده كنا مكبر الخليه الاولى اللي فوق بس، اكبر اللي تحت كمان زيها. تمام. طيب انا دلوقتي عايز اعمل شكل زي اللي قدامي ده كده بالظبط، اسم الطالب والبرامج وشرطه مايله في النص. هعمل الكلام ده ازاي؟ هاجي هنا اكتب اسم الطالب مسافه، بس هعمل كذا مسافه. بعد كده البرامج. تمام. اخلي الكلام بولد، وبالمناسبه هنا نتيجه الامتحان برضو هخليها بولد. نرجع هنا هندوس كنترول 1. تمام. وهنيجي على alignment، وشايفين المؤشر اللي قدامنا ده اللي هنقدر نتحكم فيه. احنا عايزين الكلام مايل كده ولا مايل كده، على حسب احنا عايزين ايه. فاحنا مثلا هنخليه بزاويه 45 درجه. تمام اوكي اهو، شايفين الكلام حصل فيه ايه. تمام. طب انا دلوقتي عايز اعمل له شرطه مايله كده في النص. اعملها ازاي؟ برضو كنترول 1، بس بدل alignment هنخليها بوردر. هنختار بوردر، وشايفين المربع الصغير اللي في الكورنر ده هنضغط عليه. شايفين ايه اللي حصل؟ تمام اوكي اهو، بكل بساطه ما فيهاش اي حاجه خالص. تمام. بالمناسبه كنترول 1 عشان تعرف تعملها مش هينفع تدوس على رقم 1 اللي هو موجود في الزراير اللي على ايديك اليمين، لا لازم الزراير اللي هي في الكيبورد من فوق، السطر اللي من فوق خالص ده. تمام. جرب تعملها كده بالزراير اللي على ايدك اليمين، هتلاقيها ما بتعملش. فكنترول 1 بالزراير اللي من فوق. تمام جدا. طيب انا دلوقتي عندي في الجدول ده انا دامج الكولم سي والبي في الخليتين دول اهي، سي 2 وبي 2 الاثنين دامجهم مع بعض. نفس الشيء في الخليه اللي جنبيها واللي جنبيها وهكذا. فاحنا هنعمل كده اهي سي 2 اهي ميرج، وهنا ميرج سنتر في الثلاث خلايا دول، وهنكتب ويندوز وورد اكسل. تمام. ويندوز جنبيها وورد واكسل.
تمام. والدوال المطلوبة معمول لها ميرج كلها اهي، من اول هنا كده ميرج سنتر، مكتوب الدوال المطلوبة. عملي تحريري عملي تحريري وهكذا. طيب حلو جدا. هنا الكلام مكتوب بشكل رأسي، ادي كلمة عملي وادي تحريري. طب انا عايز اخليها بشكل رأسي، هعمل الكلام ده ازاي؟ برضو كنترول 1، هنيجي في الاينمنت، تمام، هنخلي المؤشر كده لفوق. اوكي، بكل بساطة خليها في النص من هنا بالظبط. نفس الكلام هنعمله في تحريري، كنترول 1، ادي المؤشر نظبطوه. اوكي، خليها في النص. وبعد كده انا ممكن اخد الاتنين دول كده ايه كوبي ونحطهم هنا بيست بيست، تمام بكل بساطة. وهنا في مجموع متوسط اقل اعلى والنتيجة، مجموع متوسط اقل اعلى النتيجة. كلهم عملوا معايا بنفس التنسيق. طب انا عايز ارجعهم تاني بكل بساطة ايه، ممكن احدد عليهم كلهم، ممكن اعمل لهم كلهم سيلكت، كنترول 1، ادي المؤشر بتاعنا هنرجعه تاني للزاوية العادية بتاعتنا. اوكي تمام. طيب انا دلوقتي عايز اظبط التنسيقات دي كلها، اخليها كلها كده في المتوسط، واخلي حجم الخط كبير واخليه بولد. اظبط الكلام ده كله ازاي؟ انا ممكن اعمله كله مره واحده، لان انا اعمل سيلكت على الخلايا كلها، وبالمره اعمل كمان لبقيه الجدول اللي تحت. احنا محتاجين او كبرها كده عشان في حاجه برضو عايز اوريها لحضراتكم. تمام، اول حاجه هنخليهم كلهم بولد، وبعد كده هنكبر الخط شويه كده كويس. وايه تاني؟ هنخليهم كلهم في النص. تمام. ممكن بقى احنا ايه شايفين ده، عشان على قد الكلام نكبر الصف بتاعها شويه. جميل جدا. عايزين بقى نعمل بوردر زي الجدول ده كله، نعمله جدول هنا كده، بوردر اهو all borders. لو انا عايز لون البوردر ده بتاعي تقيل، اخليه من هنا borders لاين ستايل، نختار اللي تحت حسب التنسيق اللي انا عايزه، وبعد كده هضغط عليه بالطريقه دي، كنترول 1 بوردر اهو. اوكي تمام، تمام جدا. بعد كده ممكن اشوف الالوان اللي عندي بقى، هشوف انا عايز الونها بانه لون، مش هتفرق طبعا كتير عشان برضو ما اضيعش في وقتكم. نفس اللون، انا هغير اللون شويه. لازم اعمل سيلكت على الحاجه وانا بختار اللون. تمام، انا هقدر هنا اي لون مش هتفرق. خلينا مثلا اللون ده. طيب هنا حجم اللون بتاع الخلايا نفسها من جوه باللون الاحمر، هعمل سيلكت عليهم كلهم كده، وهنيجي بقى على دي المره دي نخليها باللون الاحمر، ودي باللون الازرق. مش هنا، من هنا اللون ده تقريبا، بحيث لو انا كتبت اي رقم هنا هيبقى باللون الاحمر، لو كتبت اي حاجه هنا هيبقى باللون الازرق. تمام، حلو جدا. ناخد دول كوبي بدل ما نكتب الاسامي، كنترول سي كنترول في،
ودول نفس الحكايه، كنترول سي، او بلاش دول كلهم، ناخد دول بس، كنترول سي، كنترول في، اللون مختلف بتاعها فوق، ماشي مش مهم. طيب انا دلوقتي مش عايز الصفين دول، فزي ما شفنا في الحلقه اللي فاتت انا ممكن اعمل لهم ديليت، ممكن اعمل لهم ايه، هايد. فانا ممكن احتاجهم بعد كده، هبقى اعمل لهم دلوقتي هايد وخلاص، هايد. حلو جدا. دول بقى معمولين بمعادلات، في معادله للمجموع اللي هي بتبقى السم، ودي المتوسط اللي هي افريج، والاقل مينيمايز، والاعلى ماكسمايز، وطبعا النتيجه بتبقى بمعادله اف. كل ده هنعرفه ان شاء الله في الحلقه اللي جايه، تمام. فاحنا هنسيب دول دلوقتي فاضيين كده زي ما هم لحد ما نعرفوا نعملهم ازاي الحلقه اللي جايه ان شاء الله. في حاجه اخيره بس في التنسيقات انا حابب اقول لكم عليها بالمره، هتخلي شكلها جميل جدا. شايفين نتيجه الامتحان؟ ممكن اغير التنسيق بتاعها خالص وادخل فيها لونين مع بعض مش لون واحد. طب ازاي؟ كنترول 1، فيل افكتس، هنختار مثلا الفروم سنتر من تحت من هنا، وهنا ممكن ادخل الكالر نمبر 1 اللي هي اللون الاول واللون الثاني. فاللون الاول ممكن اخليه مثلا بالاصفر، واللون الثاني اخليه اللون الاحمر التقيل ده بالشكل ده. ايه رايكم في الشكل ده؟ ممكن نخلي كلمه نتيجه الامتحان ذات نفسها مكتوبه باللون الاسود. تقدر تتحكم في التنسيقات بتاعتك زي ما انت عايز، الدوال المطلوبه نفس الحكايه. ممكن بدل اللون الاصفر دوت، على فكره ممكن نعملوها بطريقه تانية، بدل كنترول 1 وتجيب لنا كده بالطريقه دي، ممكن نعملوها من هنا، فورمات سيل اهي، في الافكتس نختار الالوان اللي احنا عايزين، الابيض مثلا اهو بالشكل ده. تمام. فده برضو كان ايه، نوع من انواع التنسيقات اللي حبيت اوريه لكم. شكرا ليكم يا شباب، ومعادنا باذن الله في الحلقه اللي جايه هنعرف بقى، هنبدا نخش في الجد شويه في المعادلات، زي معادله زي ما قلنا كده في السم والافريج والمينيمايز الماكسمايز، معادله اف. ممكن نخلي معادله اف دي في حلقه لوحديها عشان صعبه شويه، بس في البدايات لازم نعرف على الاقل الاربع معادلات اللي هم الصغيرين، زي المجموع والمتوسط والاقل والاعلى. فانتظرونا باذن الله في الحلقه اللي جايه، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصل لكم مننا باذن الله كل جديد، وتفعلوا زر الجرس. شكرا ليكم يا شباب.